السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. رجعت لكم بعد غياب طويل جدا 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 بروتين مسائي حلو كله طاقة وحيوية، وهتتشجعي وانا هتشجع معاكم. ويلا يلا قومي خلصي حاجتك وخلي دنيتك زي الفل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده في الاول المطبخ يعني بجد كأن الهكسوس دخلوا فيه. الازايز بقى والمواعين تحت الرخامة وغسيل و الريسبشن فيه غسيل برضو على المنشر الداخلي، والدنيا مكركبة والاولاد حاطين كل حاجتهم كل حاجة يعني في كل حتة. طبعا المواعين دي احنا عارفين وقلنا مليون الف مرة ان هي بتتكاثر ذاتيا مع نفسها كده، يعني انت تخلي دنيتك زي الفل. اول ما تطلعي من المطبخ وتدخلي تاني تلاقي الحوض لوحده كده بقى مليان مواعين. يلا الحمد لله ربنا يعيننا جميعا. اول حاجه هعملها هغسل الرخامه كويس جدا وانشفها، علشان طبعا احط الفوطه اللي انا بصفي عليها المواعين. طبعا انتوا عارفين اللي متابعني يعني ايا كان بقى يعني كتار او قليلين، عارفين ان انا كنت حاطه المطبقيه على الرخامه بس المكان ضيق عندي، ربنا يوسع علينا جميعا. فحطيتها علقتها على الحيطه وبحط فوطه بنشف عليها. اول حاجه طبعا في المواعين لازم نغسلوها الكوبايات، وبعد كده الاطباق، بعد كده المعالق وايا كان بقى، بعد كده الحلل عندك بقى كروانات، عندك كل الحاجات دي كله كده بالتدريج. اهم حاجة ان انت تنظمي يومك، بجد دي افضل احساس واحلى احساس انك تنظمي يومك. يعني مثلا المطبخ اول حاجة تعمليه قبل حتى ما تحضري الفطار او قبل ما تنامي، يعني نصيحة مني قبل ما تنامي اغسلي مواعينك كلها، خلي الحوض فاضي، علشان اول ما بتصحي الصبح طبعا بتعملي ايه؟ بتحضري الفطار للاولاد، فهتعملي مواعين تاني. لا خلصي دنيتك عفوا، خلصي دنيتك كلها بالليل، وخلي دنيتك زي الفل، ودعكي بوتاجازك وكنصي وخلي الدنيا فل شمعة منورة، بحيث ان الصبح ايه تعملي الفطار، تعملي شوية شاي، هتعملي مثلا ايا كان هتحضري بقى في الغدا، كل الكلام ده يبقى يعني مطبخك زي الفل. زي ما انتوا شايفين بنبدأ بقى نغسل بقى الرخامة بالحوض بالحنفيات، بنخلي الدنيا زي الفل. عايزين بصوا الدنيا بتبرق كده، تخلي الدنيا يعني زي ما بيقولوا ايه كده قشطة بجد والله. هنعملوا ايه زي ما قلت لكم، بجد ربنا يعيننا جميعا. بصوا انا خلصت المواعين كلها، فطبعا لازم اروق على نفسي بقى، يعني انا دماغي برضو ليها حق عليا يا جماعه. هنعمل شويه شاي بالنعناع الاخضر، تحفه، بعشق النعناع الاخضر مع الشاي، جميل جدا جدا جدا. ابني الصغير بقى كان عنده دور برد، طبعا الفيديو ده انا مصوراه من فتره بس لسه بمنتجه دلوقتي، واحتمال انزله لكم بكره او بعده. فكان هو تعبان عنده دور برد جامد جدا، فهعمل له ليمون دافي و واحنا انا وابني التاني هنعمله شاي بالنعناع. كان جايلي تعليق غريب جدا جدا جدا، انا كنت عامله اللي هو حب الرشاد، فبقول نص معلقه، فحد بعت لي بيقول لي معلقه وعامل اموشن بيضحك ليه، يعني خلاص يا جماعه نص معلقه، يعني انا مش فاهمه فارقه معاك يعني معلقه من معلقه. حاجة غريبة والله، ساعات بتيجي كومنتات رخمة جدا 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 ملهاش أي معنى. طبعا عادي الواحد بيتقبل النقد وبيتقبل كل حاجة، بس لو نقد بناء يعني بيديكي باور، بيديكي حاجة إيجابية، والله العظيم الواحد بيتقبله. لكن حاجة تافهة زي دي أنا طبعا عادي ما بتفرقش معايا، ولا كأني أصلا شفتها. ويعني القناة الحمد لله يعني مش متشافة على مدى واسع ان يجيلي كومنت رخم زي ده، بس يلا الحمد لله. وانا بقى بغسل المواعين طبعا حاطه دورة غسيل غامق، وهتخلص وانا هنشرها بقى مع نفسي. طبعا زي ما قلت لكم ده روتين ليلي، فمش هطلع بالليل بصراحة، انشر بالنهار افضل. ده كان عندي زيتون حطيته، بص العلب دي يا جماعة كنت جايباها من رنين، اقول لكم من 4 5 سنين، كانوا التلاتة مع بعض ب15 جنيه. طبعا مفيش الكلام ده خالص دلوقتي، اسعار البلاستيكات بقت راكبه صاروخ بجد والله. المنظمات دي برضو كانت عندي من كام سنه، المنظم كان ب20 جنيه. انا معرفش بصراحه الحاجه دلوقتي وصلت يعني سعرها لفين، لاني بصراحه
انا ما بقتش بحب انزل اسال على حاجه بسبب الاسعار الاوفر قوي، وما بقتش بجيب حاجه زي الاول. حاجه لو ضروريه جدا جدا الواحد بيضطر يجيبها. كان عندي رز كده في الكيسه حطيته في المنظم، وعندي السكر ده سكر تموين عادي. بابايا يا ربي ربنا يخليه يا رب ويبارك لي في عمره، بيدولي يعني كل شهر اللي هو التموين بتاعي الشخصي. ده السكر فقلت افضيه في حبة صغيرين كده في كيسة، وفي كيسة كيلو. افضيهم بقى في المنظم. بجد المنظمات دي بتفرق مع الواحد كتير جدا جدا جدا. بدل ما يبقى عندك مثلا الدولاب كله اكياس او التربو كله اكياس، لا هتفضي الاكياس دي في المنظمات، وهتلاقي الدنيا عندك رايقة كده وجميلة وكل حاجة في مكانها. بجد زي ما بقولك اول باول كده نظمي مطبخك، بالذات المطبخ يا جماعة. طول ما المطبخ رايق بتحسي ان البيت كله نجيف، والله العظيم ثلاثة بجد، يعني كلنا مجربين الموضوع ده. لكن المطبخ تلاقيه مكركب فيه مواعين، الدنيا مكركبة اكياس في كل مكان، بجد والله العظيم بتحسي ان انتي عندك احباط فظيع. دلوقتي بقى اروح على البوتاجاز دي يعني تنظيفة عميقة. بصوا ده مزيل الدهون بس سايب، خلي بالك في مزيل الدهون سايب من عند بتاع منظفات حلو جدا، مش بيبوظ الاستانلس، وفي يا جماعة بيبوظ الاستانلس. انا جربت الاتنين، ده ما بيعملش للاستانلس اي حاجة، بالعكس بتزيله بريق ولمعان حلو جدا جدا جدا. لكن مرة واحدة جبت مزيل الدهون للأسف، وما كانش والله البوتاجاز، أنا كنت بعمل بيه عادي السيراميك، نزل بس نقطتين على البوتاجاز لحد دلوقتي معلمين فيه لو تاخدوا بالكم. بصوا النقطتين البيض دول من اللي هو التاني اللي مش حلو، لكن ده بصوا خلى البوتاجاز فله شمعة منورة. خلصت المواعين كلها اللي في الحوض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجمال بقى. ده كان روتين مسائي كده على الرايق، يا ناس يا رايقه يا عسل. بعد مده طويله جدا كنتش بعمل فيديوهات، بس حبيت انزل معاكم فيديو يكون يعني مش طويل قوي عشان متزهقوش مني، واوريكم الروتين بتاعي المسائي. ويا رب يكون الروتين عجبكم والفيديو عجبكم، وباذن الله اشوفكم على خير يا احلى واغلى متابعين على قلبي، واشوفكم دايما في سعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تبخلوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم على خير ومع السلامة.